بس الحيطان كلها فاصله عندي. طب انت في رسم هندسي للبيت؟ موجود. ده ضروري بقى. موجود. طبعا احنا شايفين زي ما انتم شايفين كده حضراتكم في شروخ كتيرة متكررة كده في المبنى. مش هنقدر طبعا نحدد الكلام ده دلوقتي، خليكم معايا واحدة واحدة لما نوصل للحل هنقول لكم ايه. في برضو شرخ هنا ورا الباب. الشرخ ده احنا معتادين عليه، بيبقى شرخ كده فرق ايجاد او عتبة بايظة، لكن طبعا ده اتجاه واحد ووصل للاخر، فده ليه معنى تاني بيختلف. برضو القطمة دي برضو القطمة دي هنا بالكامل كده، غير طبعا الشروق دي. هنا مفتوح ولا مقفول ده؟ لا ده حمام مش في حاجة هنشوفها. في شرخ برضو هنا. وحضرتك مبدئيا كده شاكك في حاجه؟ طبعا هو في احتمال كبير طبعا لهبوط في التربة او كسر في الاساس، بس الاتجاه هنا اتجاه غريب جدا، اول مرة الاحظه. هو بادئ من بره بيقولوا انه ورا الهبوط، لكن انا لسه مش قادر احدد الاتجاه بتاعه. الصرف ده شغال؟ في مشاكل؟ شغال. طيب في الظهر هنا في ايه بقى؟ جار؟ جار؟ بني كام دور؟ باني 3 وسقف وعندنا الرابع. باني 3 بنى بعديك. باني دورين بعدين. طب في الحفر؟ لا هو قبل مني بكتير، هو قبل مني كان هو اللي حفر الاول؟ هو اللي حفر ساكن الاول. طيب نصبر وهنشوف برضه. جهة الشروق بتميل الى انه الهبوط الناحية دي كده، يعني جميع الشك في الهبوط، يعني زي ما احنا قلنا كذا مرة قبل كده. اجيب قلم. ان الشك دايما بيبقى اتجاه الشرخ الناحية دي كده. طبعا عندنا بقى شوية هبوط في البلاط أرضية. عندنا هنا شرخ في الوزرة. عندنا شرخ رأسي هنا كده. في مية بتتسحب من تحت الأرض ده. في حد عندك بيألف في حاجة ورا؟ لا طب بسأل معلش، ما هو أنا بسأل السؤال ده كده يعني سيكو سيكو كده. في شرخ رأسي هنا أفقي كده، وده فعلا أهو دليل على ان المشكله هنا في الظهر ده قاطم نازل كده. فالقصه كلها ده الجار. القصه كلها هنا يا ريس عند الجار ده. قصه ورا مش قدام، ومش اليمين ومش الشمال. هنشوف بقى بقيه ده يعتبر الايه التحليل المبدئي، لكن لما هنلف في المكان كله هنتاكد ان الكلام فعلا من هنا ولا لا. تعالوا معايا. تقول الناحيه دي كده ان القصه كل اتجاهات الشروخ بتقول لي ان الحكايه كلها الناحيه دي، لكن احنا عايزين نتاكد برضه. بص الحيطه دي لما انا جيت البيت اتبنى وانا مش موجود، فلما جيت سالت والدي هو اللي كان ماسك الحاجات هنا، قال لي انه كان بيردم الارضيه بلودر. فاللودر بعد ما الحيطه اتبنت هو بيردم لمسها، فممكن ده يكون سبب من الاسباب. خالص موضوع اكبر من كده خالص. الحيطه دي من بره شبه كوره. بص عايز اقول لك على حاجه. خبط عمود؟ لا. الحيطان دي جلابيه، قميص، بنطلون، كسوه. تعالى هد اي حيطه تعجبك دلوقتي، هدها بلودر ولا يحصل اي حاجه. هي عباره عن شويه مونه داير ما يدور. نعم. هو مش المسلحات، ما هي المشكله ان الهبوط مش في المسلحات. المسلحات حديد، الحيطان هبوط او كسر في الاساسات، لكن القصه كلها بص جميع. بص كده تلاحظ، تعالى بص، شايف الاتجاه ده كده، الاتجاه كده، الاتجاه كده. تعالى هنا برضو نلاقي ايه، سيبك بقى من اللي في الوش، الاتجاه كده جوه كده جوه كده. الاتجاه الاعلى دايما للسهم هو اتجاه اهو
هو اتجاه الميل. ليه بقى؟ ده الجزء اللي هرب، فتلاقي الحته دي هي اللي